ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم مروه من قناة هابي هوم، جايلكم في فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. فيديو النهارده مشتريات كده للبيت. حاجات عندي ناقصة قلت اجيبها، واللي موجود عندي خلاص الحمد لله فيه البركة والدنيا تمام. بالنسبة للأسعار، الأسعار هتنزل لكم على الشاشة عشان ما انساش وانا بقول الأسعار او كده. تعالوا نبتدي كده الأول بالمنظفات اللي كانت ناقصاني. أول حاجة جبتها المناديل. مناديل توب فاليو حلوة مش وحشة خالص. يعني لما بلاقيها بجيبها، وكان عليها عرض حلو يعني. وجبت كمان مناديل المطبخ فاين دي، امتصاص عالي، ضعف الكمية. حلوة، أنا بحبها عشان قطعة المناديل بتبقى صغيرة، فبستخدمها كمان في الأدراج في التلاجة، فبتبقى حلوة قوي بالنسبة لي وعملية. ده بالنسبة للمناديل. بالنسبة بقى للمنظفات، جبت كلوركس 5 في 1، ما بستغناش عنه. فظيع 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 فوق ما تتخيلوا بجد. جبت ده باللافندر، ريحته تجنن. وجبت بالليمون، ساعات كده بحس عاوزة أشم ريحة نظافة، وساعات بحس إن أنا عاوزة أشم ريحة حلوة، فجبت الاتنين. كمان جبت العرض بتاع كلوركس جل، ده ما بستغناش عنه برضو في التويلت. وهقول لكم المنظفات اللي انا بستخدمها وبعتمدها عندي. وجبت كمان كلوركس الوان، ده كان الحاجات الناقصة عندي، يعني عندي لسه منظفات تانية فما جبتهاش. وجبت بتاعة التويلت عشان السيفون. دي بالنسبة للمنظفات، دي المنظفات اللي هي كانت ناقصة عندي. تمام. نيجي بقى للأكل. أول حاجة جبتها الطحينة بتاعة توب فاليو، حلوة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. سعرها فرق كبير ما بين إذا كان رشيدي الميزان أو كذا نوع بصراحة، وطعمها حلو قوي، بحسها تقيلة. حاجة زي الخام كده مثلا. تمام. جبت كمان الدبس الرمان بتاع توب فاليو. انا بستخدم على طول يمامة، بس لقيت توب فاليو اول مرة ينزل دبس رمان، قلت اجربه. لو حلو يبقى تمام يعني. فرق برضو مش قليل، يعني فرق كبير في السعر. جبت كمان الكاتشب، جبت عادي وجبت سبايسي. وجبت كمان زيت زيتون. مشكلتي مع زيت الزيتون، انا مش بحب الريحة بتاعته القوية. فكل تقريبا الانواع المصري ريحتها قوية. اي حاجة مستوردة تلاقوا ريحة مختلفة تماما، وبحس بطعمه اكتر، بحس اني باكل يعني زيت زيتون بس ملوش ريحة تضايق. كنت جايبة من راجب العطار قبل كده زيت زيتون، كان اسباني، كان حلو جدا جدا فوق ما تتخيلوا. ده برضو اسباني، بس نوع تاني غير اللي انا كنت جايباه. ده كان 250 ملي. 250 ملي سعره غالي شوية، بس بصراحة طعمه احسن. انا ما بفضلش اجيب زيت زيتون ويتركن عندي وما اقدرش استخدمه عشان ريحته. جبت كمان الصوص بتاع الكيك. آم، حلو قوي، وده ماجيك سعره حلو، وكمية صغيرة، ان انا ما بستخدمش كتير، ان بقية الصوصات انا اللي بعملها. ده بس اللي انا بجيبه. اه ده التوت الازرق. تمام. اهو شراب التوت الازرق. تمام. في بقى فراولة، وفي شوكولات، وفي كراميل، في حاجات كتير، بس انا بقيت الحاجات دي كلها بعملها في البيت. جبت كمان كرفس. كرفس الافرنجي، بحس طعمه اقوى بكتير من البلدي، مش عارفه ليه، مع ان المفروض البلدي يبقى افضل، بس انا بحب الافرنجي اكتر. طعمه بحسه مميز وقوي، وبستخدمه في كذا حاجه، يعني الاوراق بستخدمها في حاجه، والسيكون دي بستخدمها في حاجه، فبحبه بصراحه. كمان مزارع دينا اللبن بالفراوله. بجيبه عشان بنتي، بجيب الاسبوع باسبوع عشان صلاحيته 7 ايام بس. المزارع دينا مضمونة، اضمن من الشركات التانية. هو كله بصراحة يعني مش تمام، بس يعني نستنضف، يعني انضف حاجة موجودة، هنعمل ايه. جبت كمان رز دراهم. كان عليه عرض حلو، تقريبا وفر 10 جنيه. رز غالي جدا جدا جدا، مش عارفة ليه، يعني مش مستوعبة بصراحة.
اللحوم اللي انا جبتها، جبت كبد وقوانص. انا بفضل بصراحة ان انا اجيبها من هايبر، لان بيبقى شايل الدهون منها وكده، بحس ريحة الزفارة فيها بتبقى قليلة. ف دي الكبد والقوانص. جبت كمان المكرونات، جبت ايطاليانو، القواقع ده، وجبت ده، وجبت كمان اللي هو شكل الأطفال عشان أشجع بنتي شوية. دي المكرونات اللي كانت ناقصة عندي. في حاجة غريبة جدا لقيتها المرة دي، أسفة على صوتي، ملكة مش موجودة خالص في هايبر وان، مش عارفة ليه، هل مش هيعرضوا تاني ولا ايه؟ جبت كمان دي الرز، أسهل بكتير لما بتطحني، والجودة طبعا مختلفة عن لما بتطحنيه في البيت، وسعره مش غالي يعني. جبت كمان الدقيق ده، انا كان عندي ضحى فاضل لي كيسين تقريبا، فجبت عليهم كيس كمان توب فاليو. انا بستخدم يا ضحى يا توب فاليو، الاتنين على فكره ما فيش فرق ما بينهم يعني. تمام. جبت كمان السلامي اهو، بيبقى لذيذ وكده يعني، بنحبه كمان في البيتزا. جبت جودة، بحب الجودة جدا. حاولي لما تجيبي الجبن دي، اذا كان فلامنك، جودة، شيدر، حاولي تجيبي القالب على بعضه، وسهل على فكرة انتي تقطعيه، وهتقطعيه يعني بسمك قليل. هوريكوا ازاي. بس ده افضل، بحس بيحافظ عليه، ما بيبص بسرعة. بس لو مش متوافر، هاتي العادي اللي هو متقطع. جبت كمان الزبادي. انا بقالي فترة يعني بتاع شهرين، ساعة ما الجو بقى برد قوي، ما بقيتش اعمل زبادي في البيت، لان بياخد وقت كبير جدا معايا مع بال ما بيختمر. ف قلت لغايه بس ما الجو يدفى كده شويه ابتدي اعمل زبادي تاني، لان احنا ما كناش بنشتري من بره خالص. جبت كمان لبنتي الدانجو بالفراوله، هي بتحب الحاجات اللي بالفراولة. كمان جبت الأولكر بالعجوة، حلو جدا. هو يعني مفيد، فيه نسبة من العجوة، فيبقى حاجة حلوة وفي نفس الوقت مفيدة شوية. لما باجي بجيب الحجم اللي هو الصغير، ماشي، وبجيب الحجم الكبير. ليه ده مثلا بديهولها لو هي رايحة الحضانة، بيبقى فيه قطعتين عشان ميبقاش كتير ويسد نفسها وما تاكلش بقية الأكل. والتاني مثلا باخدها لها كسناك بره لو احنا خارجين ومش عارفة هرجع امتى او كده، يكون معايا وان شاء الله واحدة بس احتياطي. الخميرة اللي انا بستخدمها وما اقدرش استغنى عنها، الخميرة دي ممتازة ممتازة ممتازة، بتقعد معايا فترة كبيرة جدا جدا، ما بيحصلهاش اي حاجة. انا بصراحة ما بقدرش استغنى عنها. دي فرنسية. تمام، اوريكم اهو، صنع في فرنسا. اذا كان الفرنسي او التركي حلوين. بصراحة انا جربتها، يعني الباكت ده ممكن يقعد معايا بالست سبع تمن شهور. آم، اكني لسه جايباه دلوقتي حالا، واقول لكم ازاي بحفظه وبحافظ على جودته ان ما يحصلوش اي حاجة. جبنا كمان العرض بتاع التونة دولفين، ده السبايسي، حلوة مش وحشة، مع ان انا بفضل التونة اللي هي القطعة الواحدة، بس يعني جوزي بيحبها فجبتها. حاجة جبتها وبقالي اقول لكم فوق 15 17 سنة ما حطيتهاش في بقي، وهو الاندومي. بقالي سنين 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 بجد، فوق 15 سنة انا ما اكلتش اندومي، مش عارفة ازاي. هو انا كنت يعني مش باكله كتير، مش من هواته، بس يعني كان ممكن اعمل لي طبق كل شهر مثلا، مرة كل شهرين. بقالي فترة كبيرة جدا جدا ما اكلتش اندومي، فقررنا ان احنا نجيب اندومي. جبنا ده اللحم البقري، وده الفراخ. تمام، ده يعني حجم جديد. آم، قلنا نجربهم كده، بس ايه من نفسنا، بس احنا مش متعودين عليه خالص يعني. جبت كمان الفشار بتاع هايبر. ده مش بتاع هايبر، بتاع اللي هو بتاع التوابل اللي بيبقى موجود في هايبر، يعني ده سايب بتعبيه وتوزنيه. ده ما بستغناش عنه، اذا كان هو او الضحى، الاتنين على فكرة نفس الجودة، بجد نفس الجودة. اذا كان ده
ده الخطيب على فكرة، دي عطارة الخطيب، فإذا كان الخطيب أو الضحى الاتنين زي بعض، فلما بلاقيهم منزلين فشار بجيب طبعا ومبستغناش عنه في البيت. لو انتي بتعملي رجيم أو كده من الحاجات اللي ما تستغنيش عنها بجد. جبت كمان ده ايه بقى، عارفين الرول بتاع الأدراج بتاع إيكيا؟ دي حاجة شبيهة كده زيه، بس ده انا جبته من قسم العربيات على فكرة. بس بيستخدم برضو في المطبخ. يعني بصي ممكن تحطوه في الأدراج للعدة عشان ما تتحركش وتتزحلق وكله يجي على بعضه، وممكن تستخدموه في المطبخ. بس انا جايباه من قسم العربيات. ده هقول لكم قد ايه طوله. هو كان متر وربع في 45 تقريبا على ما اعتقد يعني. هو تقريبا هنا اهو تحت بصوا هنا اهو، في بس هي محطوط عليها التيكت متر وربع في 45. فمساحته حلوة جدا وسعره عجبني على فكرة، فرق كبير جدا ما بينه وما بين ايكيا. جبت كمان البيض. اقول لكم انا على طول كنت بجيب توب فاليو او الواحة. لقيت فريش فود ده فهجربه واشوف ايه اخباره يعني. جبت البنوتي دي عشان عندها النهاردة في الحضانة بيربل داي، فجبتها لها، قلت تفرحها وهي بتحب اللون البيربل جدا. الجبن اللي انا جبتها جبت دومتي بالزيتون، وجبت بوك. جبت بوك الحجم اللي هو ده والحجم ده. ليه جايبه الحجمين ما جبتش نفس الحجم؟ دي لما بيكون مثلا عاوزه اعمل علبه كامله بالطماطم او كده بحطها عندي في التلاجة فبستخدم الكبيرة. لو هعمل مثلا صينية جلاش بالجبنة او كده فبستخدم الصغيرة دي، فبجيب الحجمين. بالنسبة للجبن كمان جبت جبنة موتزاريلا. انا بجيب موتزارينا او توب فاليو، الاتنين حلوين وبيعملوا معايا مطة حلوة جدا وسعرهم كويس مش وحش. جبت العيش اللي مقدرش استغنى عنها كل شهر وجوزي اتخنق مني وقال لي انا زهقت، الرنجة. بجد ما بقدرش استغنى عنها، ممكن افطر رنجة عادي خالص. فلقيت الرنجة ما شاء الله حلوة وبطرخة وسعرها حلو، فقلت اجيب. يعني ممكن تجيبيها كوجبة سبير كده لو انتي في اي وقت اتزنقتي ومعندكيش وقت تعملي اكل، يبقى الرنجة عندك في الفريزر طلعيها وتجهزيها على طول. جبت كمان الكريمة، كريمة الخفق. دي انا بستخدمها في الحلويات وبستخدمها في الاكل يعني في الطبيخ. التانية بتبقى للطبيخ بس دي بتنفع الاتنين، فبفضل ان انا اجيب دي عشان وقت محتاجة في اي حاجة تكون متواجدة. فالافضل ان انتي تجيبي اللي هي مش مسكرة، بس يعني لما تيجي تضربيها كتير بتعمل كريم شانتيه، او لو هتستخدميها في الاكل بتبقى كريمة عادية خالص، فدي ميزتها بصراحة. دي المشتريات. يعني يا رب تكونوا استفدتوا منها. الاسعار كلها تنزل لكم على الشاشة بتاعت كل حاجة. لو في حاجة بتنقص عندي بجيبها طول الشهر، بس يعني ما بجيبش حاجات كتير طول الشهر على فكرة. بالنظام اللي انا ماشية فيه بشوف ايه اللي انا محتاجاه او ايه اللي ناقصني وهو ده اللي انا بجيبه. فالحمد لله طول الشهر بجيب بس الخضار العيش، الحاجات اللي هي ايه اللي استخدامها يومي. اما بالنسبة للبقالة لا الحمد لله ببقى عارفة ايه اللي ناقصني وبجيبه في اول الشهر وخلاص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واسفة على صوتي، وباي باي.